لن يا جماعة، لو موقعك على الووردبريس فيه صور وبتدور على طريقة تحول الصور دي لجاليري جذاب يبهر أي زائر للموقع بتاعك، فأكيد الفيديو ده ليك. هنتكلم فيه عن إضافات الجاليري أو الجاليري بلجنز في الووردبريس، وإزاي تقدر تعرض صورك بشكل احترافي. فمهما كان نوع الموقع بتاعك، سواء كان موقع شخصي، بورتفوليو، متجر، فاختيار الجاليري المناسب لإظهار الصور الموقع ممكن يفرق كتير جدا في تجربة الزائر. احنا كنا أنشأنا في فيديو سابق الجاليري ده عن طريق الإليمنتور جاليري ويدجت، وزي ما احنا شايفين الصور فيه معروضة بشكل غير منسق وغير جمالي بالمرة. وكنا قلنا إن احنا علشان نقدر نصلح الأخطاء دي، فاحنا محتاجين حل من ثلاثة. يا إما نعدل في ترتيب الصور بحيث إن الأبعاد المتساوية تبقى جنب بعضها فيبقى الشكل أكثر تنسيقا، يا إما نعدل في أبعاد الصور، يا إما الحل الثالث إن إحنا نستعمل أحد الووردبريس جاليري بلجن المتخصصة. وده اللي هنعمله النهاردة. فإحنا فإحنا من خلال البلجنز بتاعت الووردبريس استعملنا بلجنز اسمه موديولا، وحملناه وقدرنا نوصل بيه ان احنا نطلع صور بشكل متناسق زي اللي احنا شايفينها. فقبل ما نبدأ ونشوف ازاي ممكن نستعمل الموديولا بلجن، فاحنا في الاول عايزين نعرف ايه هو الموديولا بلجن وليه بنستعمله. الموديولا بلجن هو اضافة مجانية في الووردبريس بتمكننا من عرض الصور بشكل منتظم وجذاب بأكثر من طريقة وبكل سهولة. بيمكننا استخدامه بكفاءة في النسخ المجانية، وإن كانت النسخ المدفوعة بتحتوي على العديد من المميزات والإمكانيات الأكثر تقدما. بيتميز الموديولا بإيه؟ بيتميز بإن هو بيدينا سرعة تحميل للصور، وده بيبقى عنصر مهم جدا في عرض الصور بتاعتنا. بيتميز بأنه هو سهل الاستخدام ومتجاوب مع الموبايل. بيدينا إمكانية عرض الصور بشكل واضح داخل نافذة اللايت بوكس، بحيث إن أنا لو دوست على أي صورة منهم ممكن تظهر لي بشكل مكبر في نافذة منفصلة. ممكن كده وممكن أرجع منها لو أنا عايزة. بالإضافة إلى إمكانيات أخرى موجودة في النسخ المدفوعة ممكن نبقى نشوفها في فيديو جاي إن شاء الله. نبدأ دلوقتي نشوف إزاي ممكن نستعمل ميديولا بلجن. علشان نبدأ نستعمل الموديولا بلجن فاحنا لازم نروح للووردبريس داشبورد، وبعد كده من الداشبورد نروح للأوبشن بتاع البلجنز. نبدأ نقول له اد بلجن وندور على البلجن اللي اسمه موديولا. هيظهر لنا هنا. طبعا مهم واحنا بنحمل البلجن نشوف ان هو يكون compatible مع الفيرجن بتاعت الووردبريس بتاعنا، يكون updated لوقت قريب، هنا updated ل 3 days ago، يكون في عدد كبير من اليوزر بيستعملوه، ويكون في الريفيو بتاعه مش قليل، يكون في الرينج الطبيعي. فهنلاقي ان الموديولا ده بيحقق لنا كل الاغراض دي، فهنطمن ونبدأ نعمل له انستول. هنقول له انستول ناو. كده هو خلص انستليشن. نبدأ نعمل له اكتيفيت. كده دلوقتي هو بقى عندي البلجن جاهز للاستخدام، معمول له وبقى موجود عندي في الليسته بتاعت الانستولد بلجن. دلوقتي ازاي ممكن نبدأ نستخدم البلجن بتاع الموديولا وننشئ بيه جاليري عندنا؟ علشان نبدأ نستخدمه فاحنا بنروح للداشبورد دي، هنلاقي فيه اوبشن جديد اتضاف للداشبورد اسمه موديولا. الاوبشن بتاع الموديولا ده هو خاص بالبلجن بتاع الموديولا. انا ممكن ابدا استخدمه في ان انا انشئ جاليريز جديده من خلاله. علشان ابدا انشئ جاليريز جديده بالموديولا فانا بروح للاوبشن اللي اسمه جاليريز، بدوس عليه بيفتح لي شاشه للموديولا جاليري. المفروض الشاشه دي بتظهر لي كل الجاليريز اللي منشئه عن طريق الموديولا بلجن،
طبعا انا ما عنديش اي بلجن منشأة قبل كده بالموديولا بلجن، فعلشان كده الشاشة دي فاضية. لكن اول ما هبدأ انشئ اي جاليريز هتبدأ تظهر لي في الليستة بتاعت الشاشة دي. علشان ابدأ انشئ بلجن جديد، فانا هقول له add new plugin. هيبدأ يسألني اول حاجة اسم البلجن بتاعك ايه، فانا هديله مثلا موديولا جاليري. هقول له موديولا جاليري 1 على اساس ان انا ممكن اعمل منه دوبليكيت بعد كده ويبقى عندي اتنين وتلاتة. فدلوقتي انا عندي البلجن الجاليري بتاعي هسميه موديولا جاليري 1، وببدأ من هنا من اد نيو دي ابدأ اضيف الصور اللي انا عايزاها للجاليري بتاعي. هقول له اد نيو. هو بيديني اكتر من طريقة ان انا اضيف بيها صور للجاليري، يا اما ابلود من الديسك بتاعي، يا اما من اللايبراري من الميديا لايبراري بتاعت الوورد بريس، يا اما من فولدر جوه الوورد بريس، يا اما زيب فايل. وفي اساليب تانية من خلال السوشيال ميديا بتستخدم مع النسخ البرو او النسخ المدفوعة. انا دلوقتي هبدا احمل الصور بتاعتي من اللايبراري بتاعت الوورد بريس. فانا هدوس على فروم لايبراري، هيجيب لي الصور اللي انا محملاها في اللايبراري بتاعتي، وابدا احمل الصور اللي انا عايزاها. هروح من اول هنا ولغايه هنا واقول له add to gallery. حملني فعلا الصور بتاعتي اللي انا اخترتها في الجاليريز بتاعتي. انا هنا عندي اوبشن ان انا ممكن اغير ترتيب الصور. احط دي هنا، احط دي هنا. ممكن الغي اي حاجه منهم لو انا عايزه. لو عايزه الغي الصوره دي ممكن الغيها. ففي فلكسبيليتي في الاستخدام، بحيث ان انا ممكن اضيف او الغي اي صور، واقدر الغي واقدر اغير المواقع بتاعته. كده انا حطيت الصور بتاعتي. انا ما عملتش اي حاجه في الجاليري بتاعي غير ان انا حملت الصور. ممكن عدلت اماكنها لو انا عايزه. وبعد كده ممكن اقول له هنا سيف جاليري. لما بقول له سيف جاليري بيديني هنا الشورت كود. الشورت كود ده قلنا ان هو ده طريقه من الطرق اللي بتخليني اقدر ادمج الجاليري بتاعي في صفحه في الصفحه بتاعت الوورد بريس بتاعتي. فانا هعمل كوبي للشورت كود، وابدا اروح لصفحه جديده واشوف ازاي ممكن ادمج الجاليري اللي انا خلقته او اللي انا انشاته في الصفحه الجديده بتاعتي. اروح للبيجز وانشئ صفحه جديده هسميها تيست موديولا، وابدا اعمل لها edit with elementor. انا دلوقتي عندي الصفحه الجديده هنا. ابدا عايزه احط فيها الجاليري اللي انا انشاته. فعشان احط الجاليري فالاول بضيف سيكشن للصفحه بتاعتي في الاليمنتور بان انا ادوس على البلس، وهضيف سيكشن من 1 كولون. وبعد كده هروح على الكولون واقول له بلس. انا عندي زي ما عرفنا قبل كده ان انا الاوبشن اللي انا خلقته عن طريق البلجن ممكن احطه باكتر من طريقه. اول طريقه عن طريق الشورت كود، وهنا باجي احط الشورت كود اللي انا عملت له كوبي، بقول له باست واقول له ابلاي. بيبدا يحمله لي. هو كده فعلا حملهولي. بس هو العيب في الطريقه دي العيب في الطريقه بتاعت الشورت كود ان هو مش بيظهرهولي في الشاشه بتاعت الايديت. فانا علشان اشوفه لازم اعمل بابليش للصفحه، وابدا اشوفه في الصفحه بعد ما اتعمل لها بابليشنج. فانا دلوقتي هعمل بابليشنج واعمل فيو. هلاقي فعلا الجاليري بتاعي بدأ يدخل جوه الصفحة، وبتنسيق وبشكل جذاب وبشكل مناسب جدا للأحجام بتاعت الصور بتاعتي. أشوف طريقة تانية ممكن أحمل بيها الجاليري جوه الصفحة بتاعتي. باجي هنا أقول له بلس، وأقول له برضو أضيف سيكشن جديد. وهنا بدل ما استعمل الشورت كود هستعمل البلجن ويدجت. فانا هنا ممكن اجي اقول له بلس وادور على ويدجت بنفس اسم البلجن بتاعي اللي هو اسمه موديولا. هلاقي فعلا ان هو لما بحمل البلجن بيحط لي مع الاليمنتور ويدجت باسم البلجن. فادوس على موديولا. هنا هيبدأ يقول لي انت عايزة انهي جاليري متخلق بالموديولا. فببدأ لما بدوس على
ما بدوس على الليست اللي هنا بيبدأ يديني اسامي كل الجاليريز اللي انشأت عن طريق الموديولا جاليري. فبلاقي الجاليري اللي انا انشأته اللي اسمه موديولا جاليري 1، فبختاره، فبيبدأ يحطه لي في الصفحة بتاعتي او في السيكشن بتاعي. هو بنفس التنسيق بقى، هو بس هنا ظهرت على طول في الصفحة في الفيرجن بتاعت الايديت، فبقدر لو انا عايزة اعدل فيها اي حاجة اقدر اعدلها منها. لو انا دلوقتي قلت له ببلش واشوف فيو، المفروض ان انا الاقي في الصفحه دي دلوقتي الجاليري ده موجود مرتين، مره عن طريق الشورت كود، المره اللي فوق دي عن طريق الشورت كود، والمره اللي تحت عن طريق الويدجت بتاع الموديولا اللي انا حملته. هما الاثنين ليهم نفس التنسيق الجذاب اللي ممكن يكون مناسب لاحجام وابعاد الصور بتاعتي. دلوقتي بعد ما عرفنا ازاي ممكن ننشئ جاليري جديد عن طريق الموديولا بلجن، وازاي ممكن ندمج الجاليري ده في الصفحات بتاعتنا، هنتعرف دلوقتي على الانواع المختلفة من الجاليريز اللي ممكن ننشئها عن طريق النسخة المجانية من البلجن ده. نروح للموديولا، اروح هنا واقول له داشبورد اوبن ان نيو تاب. فتح لي هنا الداشبورد. هروح للموديولا تاني واروح للجاليريز. طبعا الجاليري اللي هو موديولا جاليري 1 دي اللي انا انشأتها قبل كده، وهنا في الشورت كود بتاعها الم- اللي موجود، واللي انا ممكن اعمل له كوبي لو انا عايزه ابدا انشئ جاليريز جديده، بس عايز بنفس الصور اللي موجوده في الجاليريز 1. عشان كده انا هقول له دوبليكيت جاليري، وهقول له برضه دوبليكيت جاليري تاني، علشان احنا عندنا 3 انواع هنستعملهم من الموديولا جاليري. فيبقى عندنا 3 انواع، 3 جاليري هنا، كل واحد منهم بيمثل لي نوع من الانواع. نروح لاول واحده، الاول كوبي احنا عملناها اللي اسمها كوبي اوف موديولا جاليري 1 دي، وانا هسمي وابدا افتحها اعمل لها اديت. انا هسميها بدل ما هي كوبي اوف موديولا جاليري 1، هسميها موديولا جاليري 2، وابدا اشوف ازاي بقى ممكن اعدل في الجاليري بتاعتي. انا دلوقتي هنا عندي لما بدل بعد ما حملت الصور بتاعتي، في عندي هنا هلاقي في سيتنج، وفيها عندي هنا جنرال. الجنرال دي فيها حاجه اسمها جنرال تايب. الجنرال تايب موجود في عندي اكتر من نوع جاليري موجودين عندي في في النسخ الفري. في عندي النوع اللي اسمه كرييتيف، ونوع اسمه كاستم، ونوع اسمه ماسونري. النوع الكرييتيف ده هو ده الديفولت بتاعي، وهو ده اللي انا انشأت بيه الصور في الجاليري اللي فات عندي. فانا دلوقتي واقفه على الجاليري بتاع الكرييتيف، واللي هو اوريدي انا انشأت بيه الجاليري اللي احنا شفناه. بس انا ممكن اعدل فيه حاجات. يعني انا دلوقتي ممكن اعدل في السبيس بتوين الجاليري ايمج. بيديني فرصه ان انا اعدل في السبيسز بتوع الايمج، سواء على اللابتوب او على التابلت او على الموبايل. لو انا دلوقتي مثلا على اللابتوب، بدل ما هي 10 ممكن اخليها 15. وممكن اخلي الجاليري ويدث بدل ما هو 100% من عرض الشاشة، ممكن اقلل 100% دي، ممكن اخليها مثلا 80%. وبرضو ممكن اعدل في الصور، بدل ما هي ميديوم ممكن اخليها صمبانيل، فدي تبقى صغيرة قوي. وممكن برضو اعدل في حجم تبقى لارج. وممكن اختار اي كاستم او اي سايز من السايز اللي موجودين دول، وابدأ احدد بيه الصور بتاعتي، احجام الصور بتاعتي. وزي ما حددت الويتس بتاع الجاليري، ممكن احدد الهايت بتاع الجاليري. 800 هو متحدد ب 800، ممكن اغيره، ممكن اكبره او اصغره لو انا عايزه. في عندي هنا اوبشن برضو مهم في الجاليري، في تظبيط الجاليري، اللي اسمه شافل ايمجز. شافل ايمجز دي هي يا اما مطفيه، يا اما هي بتبقى منوره، يا اما تبقى مطفيه. لو هي مطفيه، هو بيبقى ترتيب تحميل الصور بتاعه بيكون ثابت في كل مره انا بحمل فيها الجاليري. لكن لو هي انا نورتها،
فهي بتعمل لي شفل ايمجز، بمعنى ان هو مع كل مرة تحميل للجاليري بتاعي ممكن الاقي ترتيب الصور بيختلف، وده طبعا بيدي نوع من الروح الاكتر للجاليري بتاعي. فانا دلوقتي عملت بعض التعديلات في السيتنج بتاعت الجاليري بتاعي، وكل ده على الاوبشن بتاع الكرييتيف اللي هو اللي انا انشأت بيه الجاليري اللي قبل كده. علشان ابدا اشوف التعديلات دي، فانا خلاص بعد ما عملتها بقول له ابديت جاليري، وابدا اروح للصفحه بتاعتي اللي هي تيست موديولا. ابدا اشيل حاجات منها ملهاش لازمه، يعني الجزء اللي فوق ده متكرر ممكن اشيله. فيبقى عندي هنا ده الكرييتيف. انا عايزه ابدا احط له هيدنج علشان ابقى عارفه ده بيمثل ايه بالظبط. فباجي هنا من خلال بدوس على التيبل، وبعد كده بدوس على البلس واعمل له هيدنج، بحيث ان هو يبقى تايتل للجاليري بتاعي، اقدر افرق الانواع عن بعضها. هنا هسمي الهيدنج ده هسميه كرييتيف 1، وده هيعبر لي عن اول جاليري انا عملته بالسيتنج الديفولت بتاعه الكرييتيف اللي في الجاليري. عايزه بقى اشوف الجاليري الجديد اللي انا عملته. فباجي هنا هقول له بلس، وهضيف سيكشن من 1 كولون، وبعد كده من الكولون ده هدوس بلس، وهدوس هنا بلس، وادور على الموديولا واشوف ايه السيتنج اللي موجوده. ممكن تكون هنا مش ظاهره، علشان تظهر فانا لازم هقول له ببلش وريفرش. هروح تاني هروح تاني هنا للموديولا، للسيكشن ده، ومن هنا هقول له اعمل اديت للموديولا. لما اشوف الموديولا دي هلاقي فعلا كل الجاليريز اللي انا انشأتها بقت موجودة. انا الجاليري اللي انا عايزة اشوفها اللي اسمها موديولا جاليري 2، فانا دي اللي انا هختارها. بدأت هنا تظهر لي فعلا الموديولا جاليري 2. شكل السيتنج اختلف. لو انا لما انا غيرت السبيسز ما بين الصور، انا هنا طبعا السبيسز كانت 10، هنا السبيسز بقت 15. قلت له الصور صمبانيل صغيرة، فلقيت ان الصور احجامها اتغيرت وشكل الجاليري اتغير. فانا من هنا ممكن اغير في شكل الجاليري بتاعي واحجام الصور بتاعتي على حسب انا الجاليري بتاعي ايه اللي هيكون مناسب لي اكتر. عايزه اعمل هيدنج للجاليري ده، بحيث ان انا ابقى عارفه هو ده بيمثل ايه بالظبط. فباجي هنا واقول له بلس هيدنج، اجي هنا احط له هيدنج واسميه ده كرييتيف سامبل. هنا هقول له ببلش وفيو. يبقى ده كرييتيف 1 بالميديوم بيجز وده الديفولت سيتنج بتاعته. وبعد كده هنا كرييتيف صامبانيل، ده اللي انا بدات احدد فيه اغير فيه في عرض الجاليري بتاعي وفي احجام الصور. طبعا ممكن يكون شكله مش مناسب، فانا بختار ايه المناسب ليا وببدا اظبط على اساسه شكل الصور وشكل الجاليري واحجام الجاليري بتاعتي. نبدأ نروح للموديول تاني ونشوف ازاي ايه نوع تاني من الجاليريز اللي ممكن تكون موجودة واللي ممكن نستفيد منها في انشاء جاليريز مختلفة باشكال مختلفة عندنا. هنا انا شفت جاليري 1 جاليري 2، هبدأ اشوف جاليري الاوبشن الثالث اللي هو كوبي اوف موديول جاليري 1، وانا هسميه هنا جاليري 3. هي نفس الصور، بس ممكن ابدا اختار نوع تاني مختلف من الجاليري بتاعتي. انا اشتغلت على الكرييتيف قبل كده، دلوقتي هشتغل على الكاستم. الكاستم ده بيديني فرصة ظريفة جدا في ان انا اعدل في الصور بتاعتي. فبالاضافة ان انا ممكن اعدل في اماكن الصور، بيديني فرصة ان انا اعدل في احجام الصور بتاعتي كمان. يعني انا مثلا الصورة بتاعتي دي ممكن ابدأ اكبرها تبقى بالمنظر ده، فتقوم تغير لي شكل السيتنج وشكل الجاليري بتاعتي. ممكن مثلا اجي هنا دي برضو اديها حجم اكبر شوية. آه، فده ده بتدي تأثير قوي جدا، وبتديني فرصة ان انا اقدر اشتغل على الصور بتاعتي واعدل شكل الجاليري بتاعي بأي شكل مناسب ليا، لو انا الاشكال اللي هو مديها لي مش موفية الهدف منها.
كده انا عدلت في الصور بتاعتي، وممكن اقول له ابديت جاليري. وابدا اشوف الجاليري بتاعتي اللي من نوع الكاستم، اللي انا بعدل فيه الاحجام بتاعتها، بتاعت الصور بتاعتها دي هيبقى شكلها ايه. اروح للبيجز بتاعتي، تيست موديولار، وهبدا هنا. احنا قلنا ان الجري مش بتظهر غير لما بعمل ريفرش، فبعمل ريفرش للصفحه علشان الجاليري الجديده تظهر، وابدا اعمل سيكشن جديد وهسميه سم كاستم بلس سيكشن. وهنا من ادوس على الكولون واقول له بلس. بندور على الموديولا، ومن الموديولا انا هختار الموديولا جاليري 3. فحط لي الموديولا جاليري 3 ده اللي هو الكاستم اللي انا عدلت فيه احجام الصور بتاعته، ظاهره بشكل مناسب وظريف. لو انا عايزه ارجع اعدل فيها اي حاجه تاني ممكن ابدا اعدلها في الموديولا وارجع تاني اشوفها في الصفحه هيبقى شكلها ايه. عايزه اعمل لها هيدنج، فباجي هنا وبقول له بلس، احط هيدنج فوق هنا. الهيدنج هنا هسميه كاستم، اقول له ببلش وفيو. ده اول نوع الديفولت، وتاني نوع اللي احنا الكرييتيف اللي احنا عدلنا فيه، وده تالت نوع الكاستم اللي احنا عدلنا فيه احجام الصور بتاعته. نروح للموديول تاني ونشوف النوع التالت اللي موجود عندنا في انواع الموديولا جاليريز. النوع الثالث اللي موجود في الميديولا جاليريز ده اللي اسمه الماسونري. انا دلوقتي عايزه اعمل دوبليكيت لواحد من دول، فبخرج تاني للجاليريز وبعمل دوبليكيت لواحد من دول وبقول له دوبليكيت جاليري. ابدا افتح الجاليري الجديد اللي هو انشاه بالايديت، وهنا هسميه موديولا جاليري 4. هستعمل فيه الماسونري تايب اللي هو النوع الثالث من الميديولا جاليري اللي هو بيوفرها لي. هروح على الماسونري برضو بنفس الطريقة، ان انا ممكن اتحكم في السبيسز ما بين الايمجز، ممكن اتحكم في الهايت بتاع الجاليري، ممكن اتحكم في عدد الكولونز بتاعة الجاليري اللي موجودة، وفي الجاليري ويدث وفي الايمج سايز بنفس الطريقة اللي شفناها قبل كده. وبرضه ممكن نتحكم إذا كانت الصور شافل ايمج أو مش شافل ايمج، أي يعني بتتعدل مع كل تحميل، ترتيبها بيتعدل مع كل تحميل أو مش بيتعدل. بعد ما حملنا الماسونري جاليري نبدأ نعمل له أبديت، ونروح للصفحة بتاعتنا في الإديتور ونعمل لها ريفريش علشان تظهر لنا الجاليري الجديد اللي احنا حملناه أو اللي احنا أنشأناه واللي اسمه جاليري 4. نروح في آخر الصفحة ونبدأ ننشئ سيكشن جديد بوان كولون، وندوس على الكولون وندور هنا بلس على موديولا، ونبدأ نشوف ايه الجاليريز الموجودة ونلاقي جاليري 4 ونبدأ نختاره علشان يحمله لنا في الصفحة بتاعتنا. هنلاقي ده شكل مختلف من هنلاقي ده شكل مختلف من الجاليري ومن تصميم وترتيب الصور في الجاليري. ممكن برضو نيجي هنا ومن الكولون ندوس على بلس على الهيدنج ونقول له هنا نعرف ده على انه هو الماسونري جاليري. طبعا النتيجة جميلة وجذابة، وشكل الصور اتنظم واتنسق بشكل مريح وبدون أي مجهود مننا، ومع الإمكانية إن احنا ممكن نعدل في أي حاجة احنا عايزين نعدلها في ترتيب الصور أو في أحجام الصور أو في أبعاد الصور واحنا شغالين. ده كانت بالنسبة لأنواع الجاليريز اللي موجودة مع الفري فيرجن بتاعت الموديولا جاليري بلجن. طبعا قلنا برضو مع الفيرجن المدفوعة من الموديولا فاحنا هنلاقي إمكانيات أكتر في الجاليري بتاعتنا. ودلوقتي بعد ما تعرفنا على كل الأنواع المختلفة من الجاليريز وخصائص كل نوع، ممكن نتعرف على الاختيارات المختلفة اللي موجودة في السيتنج وتأثير كل منها.
نروح للموديول التاني. أول حاجة اللايت بوكس أند لينك. لما بندوس عليها بتفتح لنا الشاشة دي. أول شاشة الايمج كليك بيهيفير. إيه اللي بيحصل لما بندوس على الايمج كليك؟ هي الاوبشن بتاعها الديفولت ان انا بتفتح لي الايمج ان لايت بوكس، او بتفتح لي الايمج في شاشه منفصله بشكل مكبر. فانا فعلا ده اللي بيظهر عندي في اي صوره لما انا جاي هنا بدوس عليها بتبدا تفتح لي الايمج بتاعتي في شاشه منفصله بشكل مكبر. انا عايزه بدل ما هي تكون اوبن ايمج ان لايت بوكس دي ممكن اعمل لها لينك لاكسترنال لينك او لايمج تانية، او ما يبقاش فيها اي لينك لاي حاجه. برضو ممكن اتحكم، انا طبعا ملاحظه ان انا عندي هنا التو اروز اللي ممكن اتحكم بيهم في الجاليري. ممكن اتحكم ان انا اظهرهم او اخفيهم، وبس ده بيظهر تأثيرهم على الموبايل. على اللابتوب لازم يكون الاثنين، لازم تكون الاروز ظاهره. الاوبشن الثالث ان في اللايت بوكس واللينكس دي اللي هو التاتش نافيجيشن. ان انا ممكن استخدم التاتش نافيجيشن اللي هو انا بستخدمه في الموبايل، ممكن استخدمه في الشاشة بحيث ان انا اعمل نافيجيشن ما بين الصور بتاعتي عن طريق التاتش كده، زي ما بعمل في الموبايل مش عن طريق الارز. طبعا انا بتحكم اذا كان دي انا اسمح بيها او ما اسمحش بيها. من الحاجات برضو اللي انا ممكن اتحكم فيها في شكل الصور بتاعتي في الجاليري. لو انا دوست على الكابشن هنا، في عندي هنا حاجة اسمها تايتل وحاجة اسمها كابشن. دي اوبشنز لو انا حددتها، التايتل والكابشن دول لو انا حددتها مع الصور بتاعت الجاليريز بتاعتي فانا اقدر اتحكم اذا كانت تظهر او تختفي. فانا هنا دلوقتي عندي الاوبشن بتاع التايتل ده مختفي، مفيش اي حاجة ظاهرة مع الصور بتاعتي، مفيش اي تايتل او كابشن ظاهر مع الصور بتاعتي. لكن انا مثلا لو انا عندي بعض الصور ليهم تايتل، فلو انا دلوقتي جيت طفيت دي فالمفروض ان التايتل ده يبدأ يظهر. طبعا انا التايتل ده ممكن يظهر، وممكن ابدا اتحكم في اللون بتاعه، وممكن اتحكم في الفونت بتاعه، وبرضه سواء كان على الموبايل او على الموبايل او على الديسكتوب. وبنفس الفكره برضه لو في عندي كابشن ممكن ابدا اتحكم اظهره او اخفيه، واتحكم في السيتنج بتاعته سواء كان الكالر او الفونت سايز على الديسكتوب او على الموبايل. لو انا دلوقتي هنا قلت له اوكي خلي التايتل يظهر، فهقول له ابديت واشوف شكل الجاليري بتاعتي هيبقى شكلها ايه. احنا شغالين على الماسونري جاليري، فنشوف تأثيرها على الماسونري جاليري. هنا لازم اعمل لها ريفريش. هلاقي فعلا التايتل بدأ يظهر. انا ممكن اتحكم بقى في اللون بتاعه والفونت بتاعه بالشكل اللي انا عايزاه. لو انا جيت هنا برضو في عندي ايه في السيتنج تاني ممكن استخدمه. في عندي هنا السوشيال. عندي السوشيال دي انا ممكن اتحكم، هي دلوقتي مختفية، السوشيال بار مختفي، انا ممكن اظهرها واتحكم ايه العناصر او الاوبشنز اللي ممكن تظهر فيها. لو انا اخترت الفيسبوك والواتساب مثلا ان هم يظهروا، واقول له ابديت جاليري، وهشوف هنا البيج بتاعتي، هلاقي هنا الاوبشنز بتاع السوشيال ميديا بدأ يظهر بالفيسبوك والواتساب زي ما انا حددت له بالظبط. برضو في السوشيال ميديا انا ممكن اتحكم في الايقونات بتاعته، سواء في الايكون سايز او في الايكون كولر او في السبيس ما بين الايكونز لو انا عايزه. في عندي هنا حاجة اسمها اللودنج افكت. اللودنج افكت دي فيها حاجة اسمها لودن فيو، بتتحكم لي هي ومع السبيد اب اللي هي الليز لود، بيتحكموا لي في طريقة إظهار الصور. فبيتحكموا لي إن أنا أظهر بس الصور المطلوبة على الشاشة. يعني ما تظهرليش كل الصور دفعة واحدة، تظهر لي بس الصور المطلوب إظهارها. فده طبعا بيوفر لي وقت كبير في تحميل الصور، وبيخلي الوقت كله مركز على تحميل الصور المطلوبة، مش على تحميل صور مش مطلوبة في الوقت ده. دي كانت فكرة عامة عن السيتنج بتاعت الموديولار بلجن. طبعا في سيتنج أخرى موجودة مع الأوبشنز البيد أو الأوبشنز المدفوعة. احنا طبعا لو جينا نتكلم عن الاوبشن المدفوعه هنبقى نتعرض لها، لكن الاوبشن اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها موجوده ومستخدمه مع الاوبشن الفري.
كده نكون وصلنا لنهاية الصفحة بتاعتنا اللي تعرفنا فيها على الموديولا بلجن الخاص بإنشاء الجاليري، وتعرفنا على إمكانياته، وشفنا إزاي ممكن عن طريقه إن احنا ننشئ جاليريز مميزة نستخدمها في الموقع بتاعنا. يا ريت الموضوع يكون كان مفيد بالنسبة لكم وتكونوا استفدتوا منه، وشكرا وإلى اللقاء في فيديو جاي إن شاء الله. سلام.